تخيلوا معي انه في هذه المحاوله ديال الهجوميه ما انتبهش الانطلاقه العمليه الهجوميه او الجماليه ديالها بقدر ما مشات لعينين الحكم مساعد، لانه كنتوقع فين انه يرفع الرايه معلنه على التسلل وبالتالي يحبط العمليه الهجوميه. نتابع كره رجويه، محاوله من جديد امكانيه رفع الكره، ولكن في اخر المطاف الحكم كيدخل معلنا على المخالفه لصالح فريق الرجاء الرياضي. طموح رجوي كبير. نشاهدوا يعني لحسن حظ الخطا كان قريب من الحكم المساعد. كيف كنتابعوا فرحه تماما مبازوفارا الرطاندا الحارس ديال مرمى فريق افريقيا ستارز. كره ملعوبه داخل منطقه الجزاء، رسياده الكابيتان بنون يضع الكرة في المرمى معلنا عن الهدف الأول. انتظرنا كثيرا لمشاهدة الهدف الأول في مباراة اليوم. هل تتحرر العناصر الرجوية؟ النسور هل تحلق عاليا في سماء الملعب الكبير لمدينة مراكش؟ نعم، حب متبادل بين بنون والجماهير الذواقة لمشاهدة الأهداف، لمشاهدة الانتصارات. كرة ملعوبة بشكل ممتاز، ما كانش تسلل إطلاقا لبنون. نشاهدوا هنا عبد الرحيم شاكير رفع الكرة ديالو والرأسية ديال اللاعب بدر بنون. شاهدوا ببراعة في المكان المناسب تمكن من وضع الكرة في المرمى معلنا عن الهدف الأول في مباراة اليوم. اللاعب اللي مشى الكرة هو بدر بنون، وبالتالي ما كانش وضعية تسلل إطلاقا. جاء من الخلف، القادمون من الخلف، ويسجل هدفا في المرمى معلنا عن الهدف الأول في مباراة اليوم. يفعل الكابيتانو، يضع الهدف